ازيكم عامل ايه؟ النهارده طبعا النهارده ماتش بين الاهلي وبيراميدز. الماتش ده خساره كبيره جدا، خساره بينا كبيره جدا، 3-0 بين الاهلي وبيراميدز. ماتش حماس، ده الماتش اللي احنا ضيعنا كذا فرصه من اول الشوط الاول، تمسكين الكره كويسه. طبعا بيراميدز ما فاقت شويه في الشوط الثاني، طبعا بيراميدز سكوت مسكتش في المباراة. تعبت في المباراة طبعا، يعني مش عايز اتكلم. بيراميدز برضك تستحق برضك المباراة بين الاهلي وبين بيراميدز. بين الاهلي وبيراميدز طبعا، يعني تتكلم على ماتش قوي جدا. حاجات كتير عايزين نتكلم. في ناس كتير بيسألونا اللي الاهلي المصري هيستعيد دوري ابطال افريقيا الموسم الجديد ولا لا، ولا يخش الكونفدرالية. بص يا معلم، انا اقول لك كلمتين، الكلمتين دولت هتفهم ولا لا. اول مباراه احنا هنلعبها قدام الزمالك، لو احنا كسبنا الزمالك كان متأمل 90% راح الدوري ابطال افريقيا. او انت خسرت من الزمالك، انت متأمل 90 يعني 80% راح كونفدرالية. 80% راح الكونفدرالية. ليه؟ قدامك ماتشين، انت بتلعب 4 ماتشات، فاضلك دلوقتي 3 ماتشات، بيراميدز وام بي والمصري. طبعا سيراميكا كليوباترا، طبعا في الماتشات دي لازم تلعبها. الماتشين دولت، ال3 ماتشات دولت لو كسبتهم ورا بعض خلاص انت كده متأهل الدوري. الدوري المصري ممتاز، وانت وبيراميدز ممكن بيراميدز تتحقق وتاخد السنه دي الدوري المصري، وانت مشاركة دوري ابطال افريقيا. عايزين بس نجاهد بس عشان نشارك بس في دوري ابطال افريقيا. احنا كده الموسم ده ضيع عندنا كتير قوي، ضيع مننا فرص كتير قوي جدا جدا، يعني من المباراة القادمة. يعني ضيعنا فرصة من جون تريزيجيه ضيعه مرة واحدة. بصراحة بجد يعني تريزيجيه ضيع فرصة متعوضش تاني. الحمد لله الماتش ده عدى، والماتش ده يعني فزت بيني برضك، يعني سجل هدفين برضك حلوين. طبعا ماتش كان محمس جدا. طبعا يعني احمد الشيبي برضك من الناس لعيبه، ومصطفين برضك يعني من افضل لعيبه دلوقتي قدام بالاهلي. طبعا يعني صراحه بجد الاهلي السنه دي الموسم ده يعني افعى بما متخيله. ان شاء الله بس الدوري المصري يخلص ده على خير، وان شاء الله نشوف بقى الصفقات الجديده، وان شاء الله ان شاء الله رب العالمين نشوف ما بعد المدرب الجديد. على المدرب الواضح ده كده مش هينفع، وعلى الكواليتي ده مش هينفع. احنا بعنا ناس اساطير فعلا ماسكين النادي الاهلي بكل جهود فعلا. لازم نجيب لعيبه اوروبيه فورا فورا، لازم نرجع ولازم نرجع لايام 2019 زي احنا عملنا صفقات، اكبر صفقات في افريقيا، صفقات اجنبيه ان شاء الله هنرجعها تاني. حتى انت علي معلول ده مساهم جدا في النادي الاهلي المصري، وان شاء الله ده واحنا عايزين نرجع علي معلول، وعشان بس خاطر سنيا الاهلي بالنسبه له متخيل المباراه القادمه ومتخيل العقليه، بس يعني بالنسبه لنا محمد الشناوي. طبعا تفاصيل محمد الشناوي كتير والناس كلها بتتكلم عنه. محمد الشناوي اعتذار رسمي من النادي الاهلي المصري من صفحه قناه الاهلي. طبعا يعني كتير نتكلم على محمد الشناوي. محمد الشناوي فاضل له موسم واحد ويعتزل كورة دولية وفرقية. طبعا يعني هو الشناوي خلاص عدى عليه، والشناوي خلاص هيعتزل رسمي. في ناس كتير بتقول مش هيعتزل، وفي ناس بيقولوا هيعتزل. ان شاء الله الماتش اللي جاي ان شاء الله بنضمهم محاضر محمد الشناوي، ال4 ماتش حضروا وخلصناهم، وان شاء الله محمد الشناوي معانا موجود في الدكه، وان شاء الله العالمين كل سنه طيبين. وطبعا يعني لازم يعني نحضر لكم حاجات كتير جدا، ولازم نعمل لكم اقوى فيديوهات قبل الموسم يبدا. قناه عمر الاهلي، اعملوا اشتراك وفعل الجرس.